ركبت موتوسيكلك واستمتعت بكل لحظة معاه، بس فجأة يختفي. ده أسوأ شعور أي حد معاه موتوسيكل ممكن يحس بيه، وبالذات لو كنت بتحب الموتوسيكل بتاعك. السرقة ممكن تحصل لأي حد، أنا شخصيا حصلت معايا من فترة مش بعيدة وكانت تجربة وحشة قوي. علشان كده في الفيديو ده هقولك كل حاجة اتعلمتها من التجربة دي وتريكات كنت أتمنى إن حد يقولي عليها قبل ما البايك بتاعي يتسرق، وهقولك إزاي تحاول تتجنب إن ده يحصل معاك بكل الطرق. كمل الفيديو ده للآخر عشان كله حاجات مفيدة وهتساعدك إنك تحافظ على البايك بتاعك. في الاول وقبل ما اتكلم في اي حاجه، لو الموتوسيكل بتاعك اتسرق فلازم تبقى عارف ان ده نصيب وقدر من عند ربنا، مختار لك الاحسن وبيختار الاحسن ليك دايما. ما تعرفش كان ممكن يحصل لك ايه لو البايك ده فضل موجود معاك. لو انت لسه ما حصلش معاك كده، فاول حاجه وهو حل بسيط ومعروف والناس كلها متفقه عليه، انك تركن البايك بتاعك في جراج. هتدفع كل شهر فلوس، بس في المقابل هتعمل البايك بتاعك من السرقه، وده حاجه طبيعيه ان انت تدفع فلوس في مقابل خدمه زي دي. بس لو انت زي حالاتي ومفيش جراج قريب منك، فركز معايا في اللي جاي. اول حاجه محتاج تعرفها هي الديسك لوك. اغلب انواع الديسك لوك في السوق مضروبه، اسمع مني جربت منهم كتير. لو متعرفش الديسك لوك اصلا، فهو القفل اللي بيتحط على ديسك الفرامل اللي قدام او اللي ورا، وهدفه يخلي الموتوسيكل ما يتحركش غير لما تفتح القفل ده بالمفتاح بتاعه، يعني كانك ماسك الفرامل تقريبا يعني. وحل جامد وفعال فعلا، لكن اغلب الانواع اللي في السوق مضروبه وبتتكسر من اقل حاجه، يعني لو مركب واحد وزقيت الموتوسيكل جامد شويه هيتكسر عادي. والمشكله الاكبر من كده انه ارخص واحد منهم غالي برضه وبيتكسر بسرعه. ولو شفت نوع كويس هتلاقيه سعره غريب وغالي جدا، بس في حل جامد ورخيص واحسن 10 مرات تقريبا من الديسك ليك التجاري الموجود في السوق، وهو القفل اللي بيتقفل من الجنب ده احسن حل من ناحيه السعر والجوده والحمايه. هات نوع القفل ده واقفل بيه الديسك الفرامل، وصدقني محدش يعرف يحرك البايك من مكانه غير لما يفك الكاوتش مثلا او حاجه زي كده. القفل ده برضو في منه انواع كتير، هات نوع كويس ويكون يعني الجزء اللي في الجنب ده قد فتحه الديسك الفرامل اللي عندك، وهتلاقيه ارخص بكتير جدا من الديسك لوك اللي بيكسر قبل ما تركبه. وده اهم واول حاجه محتاج تجيبها البايك بتاعك وتبدا بيها، وكمان هتخليه معاك على طول، لانك وارد تقف في اي مكان، فلما تقف في اي مكان ده يكون صاحبك اللي معاك على طول. اقفل بيه البايك وانت واقف في اي مكان، كده كده هو خفيف وصغير وعملي. ما تنساش برضو تخلي مفتاح معاك ومفتاح شيله في البيت، علشان لو انت المفتاح اللي معاك ضاع او لو اي حاجه حصلت فتعرف تفتح البايك بتاعك وما تضطرش انت اللي تسرقه. بعد كده الواير لوك ده مهم برضو، اللي هو الواير اللي بيكون فيه حديد وحواليه سيليكون من بره، وده تربط بيه البايك بتاعك في اي حاجه حديد او اي حاجه صعبه ان هي تتحرك من مكانها. والهدف منه انه ياخر الحرامي ويتعبه على قد ما تقدر، لانه كل ما هتاخر كان في فرصه احسن انه ما يفكرش يسرقه اصلا او ان انت حتى تشوفه. لكن من ناحيه اللوك ده فعال او لا، فمش احسن حاجه وبرضه بيتقطع. بس زي ما قلت لك الهدف انه ياخر الحرامي بس. عامه الحرامي بيحب السيده السهله، فما تبقاش سيده سهله بالنسبه له. كل ما تكون حاطط حاجات اكتر تحمي بيها البايك، الحرامي هيفكر مرتين قبل ما يسرق، وربنا يهدي الجميع. بعد ما تجيب الحاجتين دول، في كمان حاجه مهمه محتاج تجيبها، وهو جهاز الانذار. اكيد سمعت كتير عن اجهزه الانذار وفي منها انواع كتير جدا في السوق، بس الحرامي برضه معاك ومعاك في السوق، وعارف السوق ماشي ازاي وعارف الناس بتشتري ايه. طيب محتاج تفهم الحرامي بيعمل ايه الاول علشان تفهم ازاي تحمي صح. اول حاجه الحرامي بيلمح البايك بتاعك ويتاكد من مكانه، وبعدين بين كل فتره والتانيه يرجع يبص عليه كده، ولما يلاقي فرصه مناسبه هيروح يبص عليه من قريب ويشوف بقى العقبات اللي ممكن تقابله، ويشوف انت حاطط ايه حمايه، ويقرر هل هيسرق البايك ده ولا لا. فالمفروض ان انت تخلي القرار ده صعب على الحرامي وتخليه فعلا يفكر مرتين قبل ما يسرق البايك بتاعك. بس برضو الحرامي مش عبيط وعارف ان في جهاز انذار، فاول حاجه بيعملها بيفصله من البطاريه وبعدين يسرق بقى. فتلاقي انك حاطط جهاز انذار وجايبه غالي بس ما طلعش صوت. والفكره كمان ان البايك ما فيهوش مكان تخبي فيه الجهاز الانذار ده، لانه بيبقى كبير شويه، فبيبقى ظاهر وباين تحت الكرسي في البايك، وبيكون سهل على الحرامي يعرف مكانه. بس برضه في حل للموضوع ده، الحل انك تستثمر في نوع جهاز انذار نضيف وتخبيه كويس قوي علشان الحرامي ما يعرفش مكانه. وقتها فعلا ممكن يطلع صوت وتاخد بالك من اللي هو النوع اللي لما بيتفصل بيطلع صوت، مش لما بيتفصل من البطارية ما بيعملش حاجة. بعد كل ده في نسبة برضه ان الحرامي يعرف يعدي الحماية اللي انت حاططها ويسرق البايك بتاعك، فمحتاج تكون انت سابقه بخطوة وتركب جهاز تتبع علشان تعرف مكان البايك فين، علشان حتى لو اتسرق تعرف على الاقل مكانه فين وتلحقه قبل ما يختفي. اسعار الاجهزه دي غاليه جدا، بس اكيد مش اغلى من البايك بتاعك. اشتري برضو نوع نضيف وركبه، بس مشكلتهم انهم برضو حجمهم كبير، ممكن الحرامي يلقطه وهو بيسرق. ففي حل صايع ومش الكل بيستخدمه، اللي هو الابل اير تاج مميز قوي لانه حجمه صغير جدا جدا وفعال جدا جدا ومحدش بياخد باله منه، وارخص بكتير من اجهزه التتبع التانية واحسن منهم كمان. اكبر ميزه فيه الحجم الصغير اللي هيخليك تخبيه في اي مكان كويس في البايك،
مش بيطلع صوت وما بيعملش اي حاجه حرفيا، وصعب ان هو يتشاف. يفضل شغال سنه تقريبا من غير ما تغير البطاريه بتاعته، يعني هتجيبه وهتركبه في البايك وهتنساه، غير بعد سنه بقى تغير البطاريه. المهم هات واحد وخبيه في مكان كويس قوي في البايك، وهات الحرام من قفله وسرق البايك بتاعك وهو موجود. دي كانت اهم كام اداء فعلا هيساعدوك تعمل البايك بتاعك. بس دي مش كل حاجه، فاقول لك على حاجات تانية برضو مهمه وممكن تكون اهم من الادوات. ممكن تكون مركب الادوات دي كلها وبرضه البايك بتاعك يتسرق، ففي حاجات مهمه برضه تانية لازم تاخد بالك منها. مهم جدا تركن البايك بتاعك في مكان فيه ناس وفيه نور، عشان الحرامي بيحب الضلمه والعزله. فلو بتركن جوه البيت في المدخل ركب نور قوي وكاميرات. الكاميرا والنور مهمين عشان الحرامي يراجع نفسه قبل ما يسرق. ويا سلام لو جبت الكاميرا اللي هي بتحس بالحركه وبتبعت لك نوتيفيكيشن على التليفون، دي جامده جدا. استعمل اكتر من حمايه، بلاش تجيب حاجه واحده وتقول كده الحرامي مش هيسرقني، ده انت كده النوع المفضل بتاع عند الحرامي، الطيب بتاعه من الاخر. لما تحط اكتر من حاجه تحمي بيها البايك، الحرامي هيحس ان الموضوع صعب وهياخد منه وقت وممكن يسيب البايك بتاعك في حاله. وبرضه اوعى تسيب المفتاح في الكونتاكت حتى لو نازل دقيقه. الحرامي مش محتاج غير ثواني عشان يركب ويطير بالبايك بتاعك. اوعى تكسل في حاجه زي كده، لان التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتعمل فرق كبير. ولو عندك GPS تراكر او ابل اير تاج زي ما قلنا من شويه، ما تقولش لحد على مكانه، السريه هي المفتاح هنا، متعرفش مين ممكن يبيعك. في كمان حاجه مهمه، ان انت لازم تخبي البايك بتاعك. ومش قصدي ان انا تخبيه ان انت تروح تخبيه في مكان، لا قصدي تخبيه وهو مكانه. خبي البايك بتاعك بانك تغطيه بغطا، ويا سلام لو الغطا ده شكله قديم وجربان وعليه تراب، هيكون الغطا المثالي. الحرامي لما يشوف الغطا ده هيفكر ان فينا حاجه قديمه ومش هتجيب له فلوس، فيبقى مش عاوز اصلا يروح يبص. لكن لو جبت غطا جديد وبيلمع وشكله حلو، هتبقى صيدة حلوة للحرامي، فيبقى مغري بالنسبة له ويروح يشوف في ايه تحت الغطا ده. تبقى مصيبة لو سايب البايك بتاعك من غير غطا اصلا، كده يبقى بيلمع في عينه ويبقى حرفيا هي دي اللي هيصطاد الصيدة بتاعت النهاردة. وللاحتياط، لان انت متعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد كل ده، صور البايك بتاعك كويس عشان لو اتسرق تنزل الصور دي على فيسبوك او على اي منصة، ممكن حد يشوفه بالصدفة ويساعدك. اعرف ان السرقة بتحتاج 5 دقايق او اقل، خلي بالك من التفاصيل، يعني بلاش تكسل انك تبص عليه بالليل وتتأكد ان كل حاجة مظبوطة. حماية الموتوسيكل مش رفاهية، دي ضرورة، خد بالك منه زي ما هو بياخد باله منك. ولو عندك نصايح او افكار تانية او حتى تجربة شخصية مع حرامي، شاركها معانا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتصلي على النبي.